حبايبي الكفته بعد ما استوت طلعت من الفرن هي بص مفرغه من جوه ازاي، مش مكتومه ولا حاجه، وريحتها والله بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. ان شاء الله يا حبايبي النهارده هنعمل مع بعض كفته فراخ، حاجه سهله وجميله وخفيفه وسريعه برضه كده، نعملها بسرعه كده مع بعض، تنفع لعشاء تنفع في غدا، وقت ما واي مناسبه تنفع فيها يعني. ما شاء الله لو عندنا عزومات نعمل برضه كفته الفراخ ديت، بيبقى شكلها شيك وحلو كده على السفره. تعالوا نشوف يا حبايبي المقادير بتاعت كفته الفراخ ايه. دي كانت فرخة كاملة يا حبايبي أنا خليتها، ودي أوراق والصدر، يعني اللي هو البانيه بتاع الفراخ ممكن تشتريه، وممكن لو عندك فرخة كاملة زي كده لأن هتوفر معاكي صراحة، هتعمليها في البيت، تخليها في البيت وتعمليها الأوراق مع الصدر. بعد ما خليت الفرخة حبايبي خالص اديتني كيلو وزنته، أنا عندي ميزان كده صغير وزنت بيه، ده كيلو صافي بعد ما خليته من الفرخة. كده الفراخ حبايبي هقطعها معايا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كام فص ثوم، بصلايه واحده، قرن فلفل اخضر، حزمه كزبره او ربطه كزبره انا نجيتها خالص كده، ما خدتش منها غير الورق بتاعها بس، لان كل ده هيتفرم وهينضاف على الكفته. معايا هنا يا حبايبي، وده شيء مهم، ده اللي بيمسك الكفته بتاعت الفراخ معايا لما اجي اصبحها كده، بيخليها تمسك في بعضيها. ده البقسماط، ممكن تشتريه من بره اللي هو ربع الكيلو ب5 جنيه، وممكن لو عندك بقسماط في البيت تطحنيه انت وتستخدميه برده زي كده، مفيش اي مشاكل. ده خالي، ما فيهوش توابل، ما فيهوش ملح، ما فيهوش اي حاجه خالص. البهارات يا حبايبي بتاعت الكفته بتاعتنا اهي، بسم الله. اهم حاجه عندي يا حبايبي بهارات كفته اهيت، كزبره ناشفه، فلفل اسود، كمون، شطه، في طبعا الملح لسه هظبط الملح طبعا. الشطه اختياري يا حبايبي، لو حابين تحطوا شطه حطوا، مش حابين ده حاجه براحتكم. نبدا نقطع الفراخ، الاوراق مع الصدور، ممكن تشتروا صدور بس وما تجهدوش نفسكم بالكميه اللي انا هعملها، يعني انت ممكن تعملوا نص كيلو، تشتري نص كيلو بانيه، ممكن تشتري ربع كيلو بس يا حبايبي، حسب ما تحبوا يعني، حسب ما متوفر معاكم او حسب احتياجاتكم. هقطع يا حبايبي الفراخ بالشكل ده كده مكعبات صغيره، عشان ده هيتفرم في الكبه، فعشان ايه، وشايله الجلد طبعا خالص، ما فيش اي جلد في الفراخ بتاعتنا علشان ما تبوظليش الكبه. نقطعها مكعبات صغيره كده عشوائي كده من غير نظام ولا حاجه، بسم الله، بس عشان تبقى سهله معايا في الفرم، عشان الكبه بتاعتي ضعيفه فانا بساعدها شويه بالتقطيعه ديت. كمان البصل يا حبايبي هبشرها على المبشر الاول وصفيها من الميه، وبعدين اخرطها على الكبه، او لو في اي حاجه عندي يدوي افرمها بيها مفيش مشاكل، الخضار كله يعني الفلفل مع الثوم وبعدين اضيفه على الحاجات دي في الكبه برضو. هقطع كميه الفراخ يا حبايبي وارجع معاكم عشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو. خلاص يا حبايبي قطعت كميه الفراخ معايا اهي، وكمان طحنت الكزبره وفرمت البصله وفرمت قرن الفلفل مع الثوم برضو، عشان الحاجات دي تبقى سهله على الكبه وتبقى ناعمه كمان مع الفراخ، لان انا مش عايزه الحاجه تبقى ظاهره جوه الخضار، مش عايزاه يبقى ظاهر في الكفته بتاعتي جوه. ان شاء الله يا حبايبي النهارده الكفته بتاعتنا هنسويها في الفرن، مش هنحمرها في الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. ابدا افرم الفراخ، بسم الله. انا هحط حبه حبه يا حبايبي، لان زي ما انتم شايفين الكبه صغير فمش هتشيل كتير. كل حبه فراخ هنطحنها هفرمها على الكبه، احط لها بصل واحط لها من الخضار اللي انا عاملاه ده، علشان برضو يتشرب في بعضيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده يا حبايبي كده اهو. ابتدت تنعم الفراخ معايا ما شاء الله اهي، بس لسه هفرمها شويه تاني عشان تبقى ناعمه خالص، تبقى عجينه لينه حلوه خالص، عارفه اشكلها. يا حبايبي كده فرمت كل الكميه اهي. تعالوا ننزل البهارات والبقسماط يا حبايبي عشان نبدا نشتغل في الكفته بتاعتنا. البهارات كلها اهي زي ما قلت لكم، بسم الله. احنا ما ضفناش طبعا ملح خالص، بسم الله، الملح اهو ما ننساش الملح. وكمان البقسماط هناخد منه حبه حبه كده ونعجن بيه الكفته بتاعتنا. هتعجني بايدك اعجني، هتعجني بمعلقه اعجني، براحتك خالص. ريحه البهارات طلعت ما شاء الله، خاصه بهارات الكفته ديت ما شاء الله عليها. البهارات دي سايبه، ممكن تجيب الكيس اللي هو بهارات الكفته برضو، بيبقى جميل خالص برضو، ريحته حلوه وطعمه حلو، بيدي طعم جميل خالص الكفته بتاعتنا. بسم الله.
هعجن يا حبايبي الكفته واصبحها معاكم ان شاء الله عشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو. خلاص يا حبايبي اتعجنت معايا الكفته اهي. خدت كوبايه البقسماط كلها طبعا، لان ده كيلو كفته فراخ مش نص كيلو، يعني لو نص هياخد نص الكوبايه بس. هنبدا دلوقتي يا حبايبي نصبحها مع بعض. طبعا هنصبع بايدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا حبه زيت يا حبايبي هنا اهيت هصبع بيها، ومعايا خله الشيش ده اهي، يعني لو مفيش خله شيش مفيش مشاكل. والصينيه اللي هرص فيها يا حبايبي قطعت شرايح بصل وطماطم حطيتها من تحت، وده اختيار برضه هيدي الكفته بتاعتنا نكهه حلوه كده خالص وريحه حلوه في الفرن. ممكن تستغنى عنها وتدهن الصينيه زيت. انا مش هدهن زيت لان انا عايزه الكفته النهارده من غير زيوت خالص، يا دوب حبه الزيت اللي انا هشتغل بيها ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي بقت عجينه لاينه زي الكفته بتاعتنا اهي ما شاء الله. همشي ايدي زيت كده على الخله كده اهو. بسم الله. وهاخد اللحم بتاعت كده بتاعت الفراخ واجي عاملاها كده. احاول ان اصبعها واقفلها كويس. الحجم اللي انا عايزاه كبير صغير حاجه حسب راحتك انت، الحجم اللي انت عاوزاه. وانا بسحبها احاول ان انا اسحبها كده اهو بالشكل ده كده يا حبايبي. بسم الله. هرص في الصينيه بتاعت كده فوق الخضار اللي انا عاملاه. بسم الله. نلف عجينه الكفته كده في ايدنا حلو قبل ما نحطها على الشيش بتاعنا دوت، على الخله دي يعني. ولو حابه تعملي بايدك مش موجوده الخله ديت مفيش اي مشكله، ممكن تعملي على ظهر معلقه، على اي حاجه يعني عندك كده تعملي عليها. ما فيش تصبعها بايدك، بس ديت حبايبي بيدي الكفته فراغ من النص، فتحس ان هي هشه بعد ما تستوي كده، لانها ايه، لانها فاضيه من النص، فارغه من النص كده. بسم الله اهو بالشكل ده كده. انا منساش نمشي حبه زيت كده هنا على العود ده. هكمل باقي الكميه يا حبايبي عشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم، وارجع معاكم ندخلها الفرن مع بعض. كل الكميه اللي معايا صبحتها كلها وما شاء الله مطلعين كميه حلوه معايا. بس يا حبايبي الصينيه اللي انا عملت فيها الاول كانت صغيره، فنقلت صراحه البصل والطماطم والحاجات في صينيه اكبر علشان تبقى واخده براحه في السوا معايا وفي الفرن. هي مش هتنزل ميه يا حبايبي، يا دوب ميه الطماطم بس اللي هتنزل في كفته الفراخ، ما بتنزلش ميه زي اللحمه. فانا هدخلها على الصاج بتاعت الفرن دلوقتي لمده ربع ساعه، وبعد كده هنقولها من فوق على الشبكه، وهشغل الشوايه كمان. انا مولع الفرن يا حبايبي، الفرن سخن خالص. هدخل الكفته بتاعتي في الفرن. بسم الله. حبايبي الكفته بعد ما استوت طلعت من الفرن هيت ما شاء الله. كل ما يستوي معايا جنبي يا حبايبي بروح مقلبها على الجنب التاني لغايه ما خدت اللون الذهبي الجميل دوت، لون احمر خالص ما شاء الله. كفته زي الفل هيت. بس ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه عشان ان شاء الله يوصلكم منه كل جديد. بصوا يا حبايبي الكفته، بصوا مفرغه من جوه ازاي، مش مكتومه ولا حاجه، وريحتها والله بسم الله ما شاء الله، يعني مش قادره اقول لكم يعني ريحتها ايه. مش هقول لكم كتير علشان انتوا تعملوها وتجربوها وتمشوا على وصفات مظبوطه وتطلع معاكم بالنتيجه دي. بسم الله ما شاء الله حاجه تحفه. بالهنا والشفا الحبايبي.